اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عشان الشيطان ما يكونش معانا. انا الفيديو دوت فكرت كتير قبل ما اصور انزل ولا ما انزلش، لدرجه ان انا بقالي كام يوم ما بعرفش انام بسبب التعليقات السلبيه. ناس كتير قوي بتخش تكتب تعليقات سلبيه. التعليق السلبي ده يا جماعه ما تعرفوش ممكن يحبط الانسان اللي قدامكم ازاي. انا عن نفسي لو جالي كلمه ايجابيه، يعني لو جالي كلمه حلوه في كومنت، ممكن اقوم اصور الفيديو، ممكن اقوم اعمل روتين، ممكن اعمل حاجات كتير قوي بسبب كلمه واحده ايجابيه. لكن لو جات لي كلمه سلبيه بتضايقني، هي كده التعليق ده ليه؟ هي تعرفني يعني بكميه تعليقات سلبيه بتجيلي اليومين دول، مش عارفه ليه. عشان القناه الحمد لله نجحت، ولا عشان ايه، ولا غيظ، ولا حقد، ولا ايه بالظبط، معرفش. انا اقول لكم التعليقات السلبيه هحطها لكم في اخر الفيديو، انتوا شوفوا واحكموا. انا على طول التعليقات السلبيه انا بمسحها، مش بخلي تعليق سلبي، لان مش بديهم اهميه اساسا. يعني انت داخله تتفرجي تستفادي خير وبركه، مش هتستفادي اخرجي بخيرك. يعني مش عارفه تدي خير، يعني اخرجي بخيرك وشرك. مش عارفه تقولي كلمه حلوه ما تقوليش كلمه سلبيه. ناس بقى بتكتب لي دلوقتي تعليقات غريبه جدا، انت كذابه، انت موظفه. انا في الفيديو ده هقول لكم انا بشتغل ايه اساسا، وبقول لكم ليه انا مش عايزه اقول انا بشتغل ايه، يعني عشان عارفه تفكير الناس السلبي. انت كذابه، انت موظفه، انت يوتيوبر فاشله، انت بتصرفي كتير. يعني انت تعرفيني انا بصرف كتير ولا قليل؟ انا يعني كميه التوفير اللي في حياتي والتقشف اللي في حياتي مش راضيه اطلعه كمان على الشاشه، عشان انا في دماغي عندي هدف كبير. انا عندي هدف كبير ان انا بعد كام سنه اكون مش صاحبه شقه، او لا، انا اكون عندي بيت ان شاء الله. فعشان كده انا دايسه على نفسي عشان اعمل حاجه كبيره. انت ما تعرفيش حياتي ماشيه ازاي، وما يهمنيش انت تعرفي حياتي ماشيه ازاي، بس ولا تخش تكتبي تعليق سلبي، ولا عايزه منك حاجه. انت مش، انا عايزه القناه دي يا جماعه، انا عاملاها مش عشان التوفير بس. يعني انا القناه دي شغاله عليها بقالي 5 سنين، ما اشتغلتش الحمد لله غير اليومين دول. ومريت بحاجات صعبه كتير من وانا عيله صغيره، يعني من اول ما والدي توفى، وان انا كونت نفسي بنفسي، وكنت في الجامعه. انا واحده من الناس اللي كنت في الجامعه والدي متوفي، كان الكتاب ساعتها ب20 جنيه، وكنت بروح اصوره ب5 جنيه، عشان انا معيش ال5 جنيه، معيش ال20 جنيه اللي اشتري بيها كتاب. واحده يعني بنت نفسها من الصفر. كنت باخد برضو مصاريف على نفقه الجامعه عشان انا يتيمه، تمام. ما كانش معايا غير 2 جنيه ان انا اروح بيها بس مواصلات لجامعه عين شمس، متخيلين؟ فانا واحده يعني يعتبر يتيمه. وكمان جنب الدراسه في الكليه كنت كمان بشتغل في مطبعه ورق، فبنيت نفسي من الصفر لغايه ما ربنا كرمني بابن الحلال واتجوزت الحمد لله. وشقتي اللي انا فيها ديت عاملاها بدراعي انا وجوزي. يعني انا يعني وانا بنت يعني كافحت حاجات وتنازلت عن حاجات مستحيل حد ممكن يتنازل عنها. انا ما اشتريتش فستان فرح الحمد لله، انا خدت الفستان الفرح بتاع اختي، تمام. ما عملتش فرح، قلت لان انا كان قدامي ان انا اشتري شقه عقد مفتوح. لا، انا بنيت شقه من الصفر في ورث امي. انا بنيت شقه من الصفر في ورث امي، وقلت له مقابل ده انا هبني ولا هصرف فلوس بالطول والعرض؟ لا، انا كان تفكيري الحمد لله انسانه عقلانيه. ما اشتريتش فستان فرح، ما عملتش فرح، تمام. يا دوبك ما رحتش كوافير. واحده صاحبتي مسجتني ولبست الفستان بتاع اختي وزفونا بالعربيات وجينا بيتنا. تنازلت عن حاجات كتيره جدا وانا بنت، متخيلين؟ وقفت جنب جوزي وساعدته. ما جبناش حاجات كتير قوي في الشقه بتاعتنا، في حاجات كتير قوي انا تنازلت عنها في الشقه بتاعتي. يعني ما جبناش تلفزيون، ما جبناش اوضه اطفال، هو يتيم برضو، هو يتيم وانا يتيم. ما جبنا، والله العظيم كل اللي بقوله لكم ده حصل. ما جبناش ولا تلفزيون، هي جبنا بس اوضه النوم والنيش. واخر حاجه بعتها في الذهب وانا عروسه جبت الانتريه والمطبخ الخشب والحاجات الرفاعيات والكهربيات بتاعتي. الحاجات بقى اللي انا تنازلت عنها وانا عروسه. انا ما جبتش تلفزيون، متخيلين؟ ما جبتش اوضه نوم اطفال، تمام. قلت لما ربنا يكرمنا بالاطفال نبقى نجيبها، ولغايه دلوقتي اقسم بالله العظيم انا عندي الاطفال، ربنا يخليهم ويحفظهم يا رب، ما عنديش اوضه اطفال لغايه دلوقتي. ولا اولادك بيناموا على ايه؟ ماما ادتني سرير واولادي بيناموا عليه الحمد لله. ما جبتش تلفزيون ولا اوضه اطفال ولا سخان ولا الميكروويف ولا الفرن ولا الكلام ده ولا مراوح. كل الحاجات دي انا كنت داخله بيها ناقصه. تلاجتي كانت فاضيه، ما عنديش فرخه ب20 جنيه احطها في التلاجه، تمام. كنت استنى لما حد مثلا يجي، الكلام ده برضو ما ينفعش يتقال على الشاشه. كنت استنى لما حد يجي طبعا يزورني ولا حاجه. لو حد مثلا اداكي نقطه وانت لسه عروسه عشان اجيب حاجه في التلاجه اكل وشرب. الفتره دي جوزي كان قاعد من الشغل،
انا جوزي شغال على الله، يعني انا جوزي مش موظف، انا جوزي شغال صنايعي. تمام. فطبعا الشغل الصناعيه لو تقولي لي مثلا انت مرتبك بالشهر او مرتبك بالاسبوع او مرتبك باليوم، يا جماعه انا جوزي شغال صنايعي. انا جوزي الحمد لله يعني ممكن فترة يشتغل فيه شغل وممكن فترة يقعد من الشغل. ممكن فترة يشتغل مثلا المهندس اللي هو شغال معاه او تحت ايده يديله الشغل المرتب بالاسبوع او يديله المرتب بالشهر او يديله المرتب باليومية. فانا جوزي متعودة على كده، فترة شغال وفترة بيريح، يعني فترة الشتاء بيكون الجو مريح فيها في الشغل فبيقعد، ما عنديش اي مشكله. اداني 10 جنيه بصرفها على قد ال 10 جنيه، اداني 100 جنيه بعيش على قد ال 100 جنيه. ده شغل جوزي. جوزي ارزقي، ما يعني انت شغال على الله. ممكن يجي بكره يقول لي انا قاعد من الشغل ما فيش شغل في عيد او عيد اضحى او عيد كبير، يقول لي ما فيش شغل، بيبقى خلاص بيريح في الاسبوع والاثنين وممكن يريح بالشهر، ما فيش، ماشيه الحمد لله. فانت ما تعرفيش عني حاجه ان انت تخشي تكتبي تعليق سلبي. ما تعرفيش ياسمين انا عامله القناه ديت مش عشان تتابعيني، عشان التوفير. الحمد لله في ان اللي عايز يوفر هيوفر حتى لو مش هيتفرج على فيديوهات، مش عشان الطبخ. انا عايزاكي تتابعيني عشان انت بتحبي شخصيه ياسمين. فاللي عايز يتابعني عشان عايز اشوف ياسمين عملت ايه، اشوف ياسمين حضرت فطار النهارده ايه، او عملت روتين ايه، او وفرت ازاي، او غيرت حياتها ازاي، او عملت اللي نفسها فيه ولا لا. فانا عايزه الناس اللي تتابعني تستفيدي من فيديوهات التوفير، بس انا عايزه الناس اللي تتابعني عشان ياسمين. عايزه الناس تحبني وتخش تكتب تعليقات ايجابيه عشان الشخصيه ديت انا بحبها. غير كده لو انت مش هتستفادي من فيديوهات، لو انت مش حباني شخصيا ما تخشيش. انا مش جبراكي ان انت تخشي تتفرجي عليا او تخشي تشوفي المحتوى بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبه بقى للناس اللي عايزه تسال انت بتشتغلي ايه، او انت يعني اللي كاتبه لي التعليقات، او الناس اللي تخش تكتب تعليقات انت موظفه، انا فعلا بشتغل. وازاي قدرت انزل الشغل وانا معايا شهاده ايه بالظبط وبتشتغل ايه بالظبط، اقول لكم ليه انا ما بحبش اقول انا بشتغل ايه. انا واحده من الناس سنه شهر 12 بالظبط 2023 عرفت ان جوزي الله اكبر يعني عنده ورم في المعده. تمام. من اكتر الحاجات اللي قلبت حياتي راسا على عقب ان انا عرفت ان جوزي تعبان. تمام. فمتخيلين انت ام مسؤوله عن 4 اطفال وعرفت ان جوزك خلاص، يعني يعتبر انا كنت بمسك اولادي لما عرفت الخبر اضربهم واقول لهم احترموا نفسكم. اخوات ولاد الصبيان لما بيضربوا بعض بقى وايه ويقوموا على بعض الصبيان عادي كده، اقول لهم احترموا نفسكم، ابوكوا هيموت، واقعد ايوه اعيط جنبيهم واضربهم واعيط جنبيهم، لان انا طبعا خلفه الصبيان بتبقى صعبه. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم. فلما عرفت ان جوزي عنده ورم في المعده وهو كمان مش متقبل ان هو يتعالج، هو كمان مش عايز مش متقبل العلاج، متخيلين؟ يعني هو عارف ان هو تعبان ومش متقبل يتعالج. فدي اصعب واصعب ان انا اقنعه ان هو يروح يتعالج. لا انت لازم تتعالج، يمكن ربي يمكن في امل، يمكن حاجه بسيطه، يمكن ورم حميد. واعيط بس معاه واقعد اعيط واقول له هتيجي معايا المستشفى، هتيجي معايا تكشف. لا هو ما كانش متقبل خالص العلاج، لغايه ما ربنا اكرمني وكلمت اخواته ورحنا وسعينا. واول ما راح طبعا انا بشكر كل المستشفيات بصراحه الحكوميه. القصر العيني ما شاء الله الله اكبر عليه، يعني ما سبناش. معهد الاورام برضو ما سبناش. انا احب اقول لكم جوزي اول ما راح كشف حجزوا له عمليات على طول. قالوا له انت مولود بفتق اربي، مولود بيه، والفتق دوت اتحول ان هو خرج من مساره ودخل في مسار تاني وعمل لك تسمم في الامعاء، فلازم عمليه استئصال على طول. دخلوه، يعني هو راح كشف مثلا يوم الاثنين وبعديها على يوم الاربع كان داخل العمليات الحمد لله. دخل وعملوا العمليه او عمل العمليه، وعلى يوم الجمعه كان خرج من المستشفى. وقعد 4 شهور، يعني شهر 12 هو قعدنا يعني نشوف هو عنده ايه بالظبط ونتابع عن الدكاتره. قعد شهر 1 2 3 4، قعد جوزي 4 شهور في البيت. ال4 شهور دول طبعا انا صرفت فيهم الذهب اللي معايا. اخر حاجه كنت بايعها الحلق، كان ساعتها عامل 5000 وحاجه على الاكل والشرب. فصرفت كل، يعني طبعا ما كانش فيه فلوس في البيت. الفتره دي كانت صعبه جدا عليا. الفتره ديت علمتني قيمه القرش، عرفتني حاجات كتير طبعا. غير كمان مع الغلا اللي احنا بقينا فيه، برضو الناس كلها مع الغلا اللي احنا بقينا فيه عرفنا برضو قيمه القرش وقيمه الحاجه. فان انا قعدت 4 شهور جوزي في البيت. كان دخل عليا رمضان، ساعتها رمضان جه تقريبا في شهر 4. معرفتش اجيب لبس لاولادي. انا كنت واحده من الناس اللي بجيب لبس لاولادي بالطقمين والثلاثه. معرفتش اجيب لبس لاولادي، معرفتش
ساعتها عشان اكبر بخاطرهم رحت اشتريت حاجه بالقسط، كنت بمشي بقى البيت بالقسط، جبنا عريش بالقسط يعني. ربنا يعلم الناس اللي حواليا عارفين ان الفتره ديت عندي واحده صاحبتي يا رب انا بشكرها دلوقتي ومشاهد وقفت معايا الفتره ديت، بشكرها من يعني من مليون شكر ليها. لو هي سمعت الفيديو دوت، ما كنت بجيب الجبنه القريش بالقسط، كنت بجيب برضو الفراخ، واحده جارتنا برضو كانت بتديها له، لما ربنا يسهل كنت بديها. كل حياتي كنت ماشيها الفتره ديت هاخد ويبقى لك في 50 جنيه جت من هنا او 50 جنيه جت من هنا، كنت بقى ايه بديها لها. قعدت 4 شهور بيتي ما فيهوش اي حاجه، ولا في مصروف مدرسه، ولا في حاجه اللي احنا بنجيبها، ولا كحك وبسكوت، ولا حاجات يعني. كل الحاجات الرفاهيه تنازلت عنها، كان اكل وشرب بس على القد بالظبط، الحاجه اللي تكفيك اللي تعيش. يعني الناس اللي تطلع تقول لي اولادك من غير فيتامينات هيعيشوا، اولادك من غير لبن هيعيشوا، اولادك من غير انت لازم، واحده كتبت لي برضه تعليق احنا هنخش في حرب فلازم اولادنا يقدروا يحاربوا ويكون صحتهم كويسه. والناس اللي في فلسطين اللي بتحارب ديت ومش لاقيه اللقمه تاكلها، مش لاقيه حبه الرز والعيش الحاف تاكلها، فبتحارب اهي. تمام. اللي بيقول العيش الحاف بيربي الكتاف، يعني الواحد لو كان عيش حاف هيعيش، يبقى الانسان صحته كويسه. هو الصحه الكويسه دي مش عشان الحرب، الصحة الكويسة دي عشان ابنك يقدر يذاكر وينمي عقله ويقدر يستوعب ويقدر يفهم، عشان كده الفيتامينات مطلوبة. لكن انا طبعا انا معيش مثلا فلوس اجيب فيتامينات او اجيب مثلا كالسيوم او اجيب بيض او اجيب بروتين او اجيب لحوم. ممكن ياخدوا البروتين من الفول بنفس القيمة الغذائية الفول. ربنا سبحانه وتعالى عادل رؤوف رحيم، خلى بدل ما تجيبي لحمة هتجيبي الفول وده البروتين برضو ملهاش علاقة بالصحة. تمام. فانت دلوقتي العيش الحاف، الفول، اي حاجه هتقدري تاكلي ولادك. الاكل مفيش حد بينام ما بيقولوا من غير عشاء، فالاكل والشرب دوت يعني ممكن اي حاجه تاكل الواحد. تمام. فاحنا ما كانش في الفتره ديت معانا غير الاكل، يعني يا دوبك اللي يكفينا اكل وشرب ان ابني ينام ما يكونش جعان. كل الرفاهيات تنازلت عنها. الفتره دي بقى لما كنت اتعلمت فيها الادب وتعلمت احافظ على حاجه، انت دلوقتي خارجه من فتره تقشف غصب عنك مش بايدك. تمام. وكنت بوعد اولادي ان الحمد لله ان شاء الله الذهب هيرجع، ان شاء الله هعمل لكم حاجه، ان شاء الله هقدر الفتره ان شاء الله السنه دي ما فيش مثلا مصروف ولا في لبس عيد حلو مثلا جبنا اي حاجه وخلاص، السنه اللي بعديها ربنا هيكبر بخاطرنا. تمام. فكل ده الحمد لله عدى في شهر 12 من 12 2023 لغايه 4 او 5 2024. الفتره دي كانت اصعب فتره عليا، لدرجه ان انا كنت بمشي في الشارع والله العظيم وعايزه جلاله الله كنت بمشي اكلم نفسي. في شهر 12 ده بالذات انا كنت بمشي ممكن اروح مشوار لصاحبتي مثلا، امشي بدل ما اركب نص عربيه مثلا هتقعد مثلا ربع ساعه، الطريق ده كله كنت باخده مثلا مشي لغايه واحده صاحبتي عشان اروح اترمي في حضنها واعيط واقول انا مش عارفه اعمل ايه، الحمل تقيل عليا. فاللي بتخش تكتب تعليق سلبيه انت مش عارفه ياسمين دي مرت بايه. انا طالعه احكي لكم عشان الناس اللي تخش تتابعني تعرف انا مريت بايه. فلما باجي بتكلم ما اقعدش اقول الفتره اللي جوزي كان تعبان فيها، الفتره اللي انا بعت الذهب بتاعي فيها، الفتره اللي يعني قعدت من غير اكل وشرب فيها. لا، انت تكوني بتابعه ياسمين عشان عارفه ياسمين نفسها. انا كمان كنتش هطلع بوشي في الفيديو دوت وشي عليه الايجاب. انا بقى بشتغل ايه الفتره طبعا اللي جوزي تعب فيها، انا مش هفضل قاعده. تمام. انا مش هفضل قاعده مستنيه حسنه تجيني مثلا او اروح اشحت مثلا على العيال. انا نزلت شغل بشهادتي. فعشان كده انا بقول من خلال الفيديو ده كل بنت تتعلم عشان هيجي لها وقت تحتاج الشهاده بتاعتها. التعليم للبنات مهم. انا معايا ليسانس اداب جامعه عين شمس، ومعايا دبلومه تربويه الحمد لله جامعه القاهره، وماجستير في التربيه جامعه القاهره، والحمد لله عامله اجازه بروايه حفص عن عاصم وحافظه القران الكريم كله. فانا لما جيت اشتغل مش هنزل اشتغل في مصنع او هنزل اشتغل او اعمل شغل على ايدي في البيت، لا انا هنزل اشتغل بالشهاده بتاعتي، هنزل اشتغل مدرسه. انا مدرسه لغه عربيه ومحفظه للقران الكريم، فهنزل اشتغل بالشهاده بتاعتي. فانا من الناس يعني اللي مظلومه في التعيينات. انا متخرجه من 2009، انا عندي دلوقتي 38 سنه، يعني متخرجه من 2009، المفروض اكون متعينه من زمان. فانا ليه يا ياسمين ما تعينتيش؟ انا اشتغلت في كذا مدرسه، يعني انا وانا
اول ما اتخرجت اشتغلت في مدارس خاصه، تمام، وعملت خدمه اجتماعيه واشتغلت في مدارس حكوميه، تمام. بس كنت بشتغل فتره وربنا اكون حامل اروح قاعده اشتغل فتره تانية، ربنا يرزقني مثلا بمصطفى وادم اروح انزل مدرسه غيرها واروح قاعده. عملت الدبلومه وانا معايا طفلين وخدت فيها امتياز، يا متخيلين؟ الحمد لله. يعني انا شفت في حياتي حاجات كتير قوي. يعني انا عملت الدبلومه ومعايا طفلين، وكنت ساعتها شغاله في مدرسه خاصه وخدت فيها امتياز، وصحابي اللي معايا اللي يعتبر بنات خدوا جيد جدا. يعني انا كنت من الشخصيات طول عمري شخصيه ناجحه، اللي طالعه اللي تقول لي انت فاشله، انت اللي فاشله مش انا اللي فاشله. انا طول عمري شخصيه ناجحه، واحده مسؤوله عن طفلين عملت دبلومه تربويه وخدت فيها امتياز، واصحابها اللي معاها لسه مش متجوزين واخدين ايه، واخدين جيد جدا. فانا الحمد لله طول عمري انسانه ناجحه، طول عمري في حياتي بقدم، طول عمري في حياتي بعمل. عملت شقتي الحمد لله اللي قاعده فيها من وانا بنت، عامله شقه وقاعده فيها الحمد لله، معززه مكرمه. ربنا جبر خاطري بالزوج الصالح الحمد لله، دي نعمه من نعم ربنا. اللي هو الصنايعي دوت، وانا معايا ماجستير. الجزمه اللي لابسها بيمشي بيها ديت على دماغي من فوق، تمام. الحمد لله ربنا اكرمني بالشغل واشتغلت الحمد لله. كان المفروض اتعين من زمان، من 2009 المفروض اتعين، بس ما جاش تعيين، فكنت بشتغل في مدرسه خاصه شويه واقعد لغايه لما جوزي حصل له المشكله ديت، فاضطريت ان انا انزل شغل بالحصه. اللي ما يعرفش يعني ايه شغل بالحصه ينزل يشوف المرمطه بتاعه المدرسين، بمعنى اصح مدرسين بتنزل تتمرمط من الساعه 7 الصبح للساعه 2 عشان حصه ب 37 جنيه. اللي داخله تقول لي انت موظفه. فعشان كده انا ما بحبش اطلع اقول مدرسه، عشان يقول كلمه مدرسه هتقول مدرسه متعينه وبتاخد دروس على قلبها قد كده. انا ما بحبش اطلع اقول كلمه مدرسه، عشان انتوا واخدين مدرسين من وجهه نظر تانية، مش كل المدرسين اللي بياخدوا على قلبهم قد كده. انا مدرسه مش متعينه، وما اقولش غير حسب الله ونعم الوكيل في البلد اللي احنا عايشين فيها والنظام اللي احنا ماشيين فيه. من 2009 لغايه دلوقتي داخله على 40 سنه ما اتعينتش. نزلت اشتغل مدرسه بالحصه، الحصه محسوبه ب37 جنيه. فانت متخيل ان انت لو اديتي 50 حصه في الشهر كله هتقبضي كام؟ 1500 جنيه، يعني 1700 جنيه. غير بقى لو غبت يوم او غبت يومين او يوم اشراف عندك مفيش حصص اساسا، يعني نازله اليوم دوت تشيلي الدور كله بتاعك. عارفين يعني ايه اشراف؟ مسؤوله عن 7 فصول ومفيش اساسا يومك مش محسوب اساسا. ايام الغياب كلها محسوبه للناس المتعينه، مش محسوبه لمدرسين الحصه اساسا. فانت لو لقيتي اخر الشهر مش هتقبضي ال2000 جنيه. خشوا وشوفوا، اللي مش مصدق كلامي يخش يشوف عن التعيين بالحصه ومرتب المدرسين بالحصه اللي بياخدوا الحصه ب 37 جنيه لو خدوا 50 حصه، غير بقى حوش الغيابات وحوش الاجازات وحوش ايام الاشراف. فشوفوا بقى المرتب هيطلع كام. اللي تقول لي انت موظفه، طب انت نازله ليه؟ انا نزلت لما لقيت نفسي مضطره. انا مش هروح اشتغل برده في مصنع ب 2000 جنيه، ولا اروح اشتغل برده في مدرسه خاصه برده هاخد ال 2000 جنيه. لا، انا هنزل اشتغل تبع الحكومه، تمام، بالشهاده بتاعتي، لان ممكن يوم من الايام اتعين، الله اعلم، متعرفش الخير فين. فانا شغاله مدرسه بالحصه، مش موظفه، مش متعينه، مش متثبته، ماليش اي اولويات. ممكن اشتغل النهارده واقعد بكره، يعني رجل بره ورجل جوه. فعشان كده انا ما بحبش اقول انا مدرسه. طب انت ممكن يبقى انت مدرسه بتدي دروس، والله العظيم انا في المدرسه ما بديش دروس خالص. الناس اولياء الامور اللي متابعين وتتفرج معايا على الفيديو للاخر، انا مش بدي دروس خالص، تمام. ليه بقى مش بدي دروس؟ لان انا بخرج من المدرسه الساعه 2 عشان اروح ادي درس هنا او ادي درس هنا هو في بيت اي حد من 2 ل 3 او من 3 ل 4 لو اشتغلت دروس طبعا. هروح بيتي الساعه 5. فانا لما اروح بيتي الساعه 5 ههتم باولادي امتى؟ هعمل لهم الغدا امتى؟ هقعد في بيتي امتى؟ اذاكر لاولادي امتى؟ فمفيش وقت. الوقت اللي انا هدي فيه دروس للناس الغريبه بيتي اولى بيه، عيالي اولى بيهم. فعشان كده انا مش بدي دروس. انا مدرسه لغه عربيه، معايا ماجستير في التربيه والحمد لله. لغايه دلوقتي مش عارفه نظام الدوله دوت نكلم مين او نناشد مين. اسم مدرسه بالحصه غير الاسم نفسه. فانا ما بحبش اطلع اقول انا مدرسه، عشان طبعا انا ما باخدش الاولويات بتاعه المدرسين المتعينين. فيعتبر الشغلانه ديت منظر بس يا جماعه بصراحه.
فاللي بتخش تقول لي انت موظفه، فاديكوا عرفتوا انا بشتغل ايه. ما بحبش اطلع، انا مش مدرسه مثلا ثانويه عامه بتاخد الحصه ب 70 جنيه في الدرس وقدامي 100 عيل بقى بضل مثلا 7000 جنيه في الحصه. لا، انا مدرسه يوم ما تبقى حصه درس تبقى مثلا ب 20 جنيه، مش حاجه اساسا. فانا مدرسه بالحصه مرتبي ما يكملش 2000 جنيه. اللهم صل على النبي، ما بطلعش قد دروس بره ولا بدي دروس في بيتي. الحمد لله دلوقتي رجعت تاني، وقفت على رجلي وجوزي نزل شغل الحمد لله. اللي خلاني رجعت التدريس تاني ان عديت بمشكله ماديه في البيت. خلال المشكله الماديه ديت انا اتعلمت حاجات كتير جدا عن التوفير، حبيت اشاركها معاكم واشاركها للناس اللي حواليا واشاركها لاخواتي واشاركها لاي حد، اشارك قصه حياتي. انا في حياتي حاجات كتير قوي، بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. من اول ما انا كنت عيله صغيره يتيمه وبنيت نفسي بنفسي الحمد لله، دلوقتي امي واخواتي بيتباهوا بيا. فانا بدات حياتي من الصفر، وربنا جبر بخاطري بزوجي وباولادي وببيتي. حبيت اقول حاجات كتير قوي تابعوا القناه وهتلاقوا فيها معلومات كتيره جدا عن التوفير، لان في ناس اساسا بتكون شايفه الحياه من وجهه نظرها، فلما بتتعلم بتعدي المرحله دي. يعني لما بتتعلم بتختلف وجهه نظرها دي خالص. يعني انا كنت قبل ما امر بالازمه الماليه دي وتعب جوزي كنت شايفه حياه تاني، دلوقتي ربنا يكرمني ان انا غيرت تفكيري خالص. فانا عامله الفيديو ده يا جماعه عشان اقول لكم انا بشتغل ايه، وعشان الناس ما تبصش المدرسين بالظاهر. مش كل المدرسين يعني مكوشين دروس بقى وحاجات ديت، لا، في مدرسين جدا مظلومين جدا، وخاصه مدرسين الحصه اللي ما لهمش اي اولويات. عشان كده انا ما بحبش اطلع اقول انا مدرسه، لان يعلم ربنا انا مظلومه ازاي لغايه دلوقتي. ولا في تعيينات ولا في مرتبات عدله ولا في حوافز ولا في اي حاجه ولا ليكي اي اولويات. واللي مش مصدقني يخش او يعرف اي حد مدرس بالحصه ويقول له كميه الظلم اللي فيها المدرسين بالحصه. فانا حبيت اشارك معاكم حاجات عن حياتي، وان حياتي فيها حاجات اصعب من كده بكتير. يا ريت اي حد يخش يتفرج عليا لا اما يستفاد، لو مش مستفاده ما تكتبيش تعليق سلبي، لان ديت كلمه ممكن تكسر الانسانه اللي قدامك. انا بتفرج على فيديوهات كتير بقى وعمري ما كتبت تعليق سلبي لحد. مش قادره تقولي كلمه حلوه ما تقوليش كلمه وحشه. انا مش مسامحه صاحبه التعليق اللي كاتبه انت انسانه فاشله، انت انسانه كدابه، انت بتصرفي بالطول والعرض، انت ما تعرفيش مصروفي ازاي او انا بصرف ازاي. وما بحبش كل حاجه اطلعها على السوشيال ميديا، لان انا في ناس في آية بتقول وتحسبهم أغنياء من التعفف. مش لازم اوريكي حياتي عامله ازاي. يعني ممكن واحده تشوفوها رايحه وجايه يقولوا ما شاء الله دي مدرسه، دي بتشتغل، دي جوزها بتشتغل، دي معاها، دي عارف شقتها ملكها، تمام. لان انا عارفه نفسي، مش لازم اطلع اقول انا مش لاقي اكل او مش لاقي اشرب او مش لاقي اعمل، لان ده كله غلط. لان انت الانسان مش هتاخدي منه رزق. انا طلعت وعملت الفيديو دوت ووريتكم حاجات بس عن حياتي، عشان في حاجات كتير قوي انا مريت بيها. ومش كل حاجه انا بعملها في بيتي لازم اطلع اقولها. انا بقول لك بس الخبره اللي عندي، واقول لك الروتين، اقول لك بعض الحاجات والنصائح. وبالنسبه لي اليوتيوب يا جماعه هو شغل ومصدر رزق، فده شغلي، فانا لازم اسعى فيه، ولازم اعمل فيه محتوى، ولازم انزل فيه فيديوهات، لان ده شغلي يا جماعه. دلوقتي الدنيا صعبه، فانا جوزي مثلا شغال مثلا صنايعي وانا مدرسه بالاجر، فطبعا انا محتاجه حاجه اضافيه عشان اقدر اعمل الهدف اللي انا اسعى له او الحاجه اللي انا نفسي فيها. فبشتغل حاجه تانية اللي هو اليوتيوب، وممكن كمان اكون بشتغل حاجه رابعه وما بقولش عليها لحد، عشان مثلا ما اعرفش الناس هتاخدها ازاي. يعني في ناس كتير قوي بتشتغل حاجات ما ينفعش تقولها لحد، فمش كل اللي في حياتنا ينفع نطلعه على الكاميرا. وطبعا مش كل اللي بيظهر على الكاميرا تصدقوه، لان انت بيكون ليكي وجهه نظر مصدقه الشخصيه اللي قدامك دي كدابه ولا صادقه. فانا بس بطلب منكم في اخر الفيديو، انا صاحبه التعليق دوت مش مسامحاها، وهسيب لكم التعليق في على الشاشه دلوقتي. مش مسامحاها وما اقولش غير حسبي الله ونعم الوكيل. فاي حد بيخش يكتب لي تعليق سلبي ما اقولش فيه غير حسبي الله ونعم الوكيل، وفوض امري الى الله. وهسيب الناس بعد كده التعليقات السلبيه انا مش همسحها، هسيب الناس ترد عليها. ومعنى ان في تعليق سلبي ان انا انسانه ناجحه الحمد لله، وان انا ليا ناس بتحقد وبتحسد. واخر الفيديو هتقدروا تستفيدوا من المحتوى بتاعي خير وبركه. لو انا مقصره باي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وقولوا رايكم برضو في التعليقات، رايكم هيهمني جدا. واسفه لو طولت عليكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.